السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ قولولي جاهزين لمغامرة النهاردة؟ يلا بينا. هبدأ معاكم بسؤال. لو عايزين نعرف مين اللي بنى الأهرامات هنعرف ازاي؟ مش هينفع نسأل ماما وبابا بس، لا، لازم كمان نروح ندور على مصادر. واحنا قلنا قبل كده يعني ايه مصادر؟ مصادر يعني الأماكن اللي بنجيب منها المعلومات. واحب اقول لكم ان احنا عندنا نوعين من المصادر ولازم نعرف نفرق بينهم ازاي. عندنا مصادر أولية ومصادر ثانوية. هنبدأ الأول بالمصادر الأولية. ايه بقى المصادر الأولية دي؟ المصادر الأولية دي زي شاهد عيان. يعني ايه شاهد عيان؟ يعني شاف الحدث بعينه وكان موجود وقت وقوع الحدث. يعني المصادر الأولية سجلت في زمن وقوع الحدث. يعني ايه؟ زي ما قلنا يعني شاهد عيان شاف اللي حصل بعينه وكان موجود وقت وقوع الحدث. يبقى أول حاجة لازم نعرفها عن المصادر الأولية إنها سجلت في زمن وقوع الحدث. يعني إيه؟ يعني شاهد عيان يعني كان موجود وقت وقوع الحدث. والمصادر الأولية كمان بتكون دقيقة جدا. ليه؟ لأن اللي كتبها كان عايش في نفس الزمن وشاف الحدث بعينه زي ما قلنا. يعني مثلا المصادر الأولية عن الأهرامات بتكون مكتوبة من ناس كانوا عايشين في الوقت ده وشافوا الأهرامات وهي بتتبني بعينيهم. يبقى نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان المصادر الأولية كمان بتتميز بدقة عالية. وقلنا كمان انها سجلت في زمن وقوع الحدث. يبقى المصادر الأولية سجلت في زمن وقوع الحدث وتتميز بالدقة العالية. طيب حلو قوي كده، يبقى المصادر الأولية جميلة اهي. لا، هقول لكم في مشكلة صغيرة. ايه هي؟ هو ان للأسف يصعب الحصول عليها احيانا. يعني مش دايما بتبقى متوفرة وسهل ان احنا نلاقيها، لا، صعب شوية. يبقى نقول تاني مع بعض يا أبطال. المصادر الأولية نعرف عنها ايه؟ نعرف انها سجلت في زمن وقوع الحدث وكمان تتميز بالدقة العالية لأن اللي كتبها كان عايش في نفس الزمن وشاف الحدث بعينه، لكن يصعب الحصول عليها أحيانا. تمام كده؟ تمام. بطل منكم يجي يسألني ويقولي طب زي ايه؟ احنا عرفنا ان المصادر الأولية سجلت في زمن وقوع الحدث وتتميز بالدقة العالية ويصعب الحصول عليها أحيانا. طيب زي ايه؟ قوليلنا أمثلة. حاضر، هقول لكم أمثلة. يعني مثلا الآثار. عارفين يعني ايه آثار؟ آثار هي كل ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات. يبقى الآثار هي الحاجات القديمة اللي سابها القدماء من بعدهم. زي ايه؟ زي مباني وتماثيل وأدوات. يبقى الآثار دي مصادر أولية. ليه مصادر أولية؟ لأن هي زي ما قلنا شاهد عيان حصلت وقت وقوع الحدث. عارفين زي ايه؟ زي الأهرامات. ما هي الأهرامات مباني احنا اللي بنيناها؟ لا، ده موجودة من أيام المصريين القدماء. والأهرامات وغيرها من الأدوات وغيرها من التماثيل والمباني ساعدتنا جدا جدا ان احنا نعرف معلومات عن أجدادنا الفراعنة اللي هم المصريين القدماء. يبقى الآثار لازم نعرف إنها مصادر أولية. طيب عندنا إيه كمان مصادر أولية؟ هقول لكم النقوش الأثرية. إيه النقوش الأثرية دي؟ هي الصور والكتابات والرموز المحفورة على الحجر. حجر زي اللي قدامكم في الصورة ده عليه صور وكتابات ورموز بتساعدنا في إن احنا نجمع معلومات. يبقى النقوش الأثرية هي مصادر أولية. يبقى احنا كده أخدنا 2 مصادر أولية. الآثار اللي هي كل ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات،
والنقوش الأثرية اللي هي الصور والكتابات والرموز المحفورة على الحجر. وعندنا كمان البرديات. احنا أخدنا قبل كده البرديات وأخدنا الورق البردي، فاكرين ولا ناسيين؟ قلنا قبل كده إن الورق البردي هو ورق المصريين القدماء هم اللي عملوه علشان يسجلوا أخبارهم والأحداث اللي بتحصل في حياتهم، وقلنا إنه اتصنع من نبات اسمه نبات البردي اللي بينمو على ضفاف النيل. نبات البردي بينمو فين؟ على ضفاف النيل، يعني جنب نهر النيل كده. يبقى تاني، البرديات هي ايه؟ هي أحد أنواع الورق ابتكره المصريون القدماء لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم، وصنع من نبات البردي وينمو على ضفاف النيل. سهلة؟ سهلة. وعندنا كمان من المصادر الأولية كتابات المؤرخين. يعني إيه كتابات المؤرخين؟ يعني كل ما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الحدث. يبقى تاني، كتابات المؤرخون هي كل ما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الحدث. يبقى أي حاجة مكتوبة وعصرت الحدث، يعني كتبها مؤرخون وبتعاصر الحدث، تبقى مصادر إيه؟ مصادر أولية. يبقى نقول تاني، المصادر الأولية زي إيه؟ زي الآثار. اللي هي إيه الآثار؟ هي كل ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات. وكمان النقوش الأثرية اللي هي إيه؟ اللي هي الصور والكتابات والرموز المحفورة على الحجر. والبرديات أحد أنواع الورق ابتكره المصريون القدماء لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم، اتصنع من نبات البردي وينمو على ضفاف النيل. وكتابات المؤرخون كل ما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الحدث. هي دي المصادر الأولية. تعالوا بقى مع بعض نقول المصادر الأولية تاني قبل ما ننقل على المصادر الثانوية عشان ما نتلخبطش. يلا يا أبطال قولوا معايا، عرفنا إيه عن المصادر الأولية؟ أول حاجة إنها سجلت في زمن وقوع الحدث. تاني حاجة إنها بتتميز بالدقة العالية، وكمان للأسف الشديد يصعب الحصول عليها أحيانا. طيب المصادر الأولية زي إيه؟ زي الآثار اللي هي إيه؟ اللي هي كل ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات. وإيه كمان غير الآثار؟ النقوش الأثرية، الصور والكتابات والرموز المحفورة على الحجر. والبرديات اللي هي إيه؟ أحد أنواع الورق ابتكره المصريون القدماء لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم، وصنع من نبات البردي وينمو على ضفاف النيل. وإيه كمان؟ كتابات المؤرخون اللي هي إيه؟ اللي هي كل ما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الحدث، يعني كانوا شاهد عيان للحدث، شافوا الحدث وجابوا ورقة وقلم وبدأوا يكتبوا اللي هم شافوه. دي كده إيه؟ دي كده مصادر أولية. تعالوا بقى نشوف كمان المصادر الثانوية لأنها برضو مهمة. المصادر الثانوية دي بقى بتتكتب بعد مرور وقت طويل على الحدث، يعني اللي كتبها ما شافش اللي حصل بعينه، لا هو اعتمد على المصادر الأولية في الكتابات بتاعته. يبقى المصادر الثانوية سجلت بعد مرور زمن طويل، يعني اللي كتبها ما شافش الحدث بعينه، وكمان بيعتمد في الكتابات بتاعته على المصادر الأولية. تمام؟ تمام. طب زي ايه المصادر الثانوية دي؟ زي ايه؟ زي المقالات. المقالات يعني ايه مقالات؟ المقالات دي بتبقى كلام كتير عن موضوع معين. ايه كلام كتير عن موضوع معين ده؟ برضو مش فاهمين، هفهمها لكم وهبسطها لكم اكتر. المقالات دي بتبقى موجودة في المجلات، في الجرايد، ممكن نلاقي المقالات كمان على الانترنت، خاصة على الفيس، مش بيبقى فيه كده بوست بيبقى طويل قوي وفيه كلام كتير قوي، دي اسمها مقالة. يبقى تاني، المصادر الأولية زي ايه؟ زي المقالات. وايه كمان؟ الكتب والموسوعات. طب الكتب احنا عارفينها، ايه الموسوعات دي بقى؟ الموسوعات دي كتب ضخمة قوي، كتب ضخمة جدا فيها معلومات كتير جدا جدا جدا. يبقى المقالات والكتب والموسوعات من المصادر الثانوية. ايه تاني؟ الأفلام التاريخية
برضو من المصادر الثانوية. يبقى نقول تاني مع بعض، المصادر الثانوية نعرف عنها ايه؟ نعرف عنها انها سجلت بعد مرور زمن طويل وبتعتمد على المصادر الأولية. والمصادر الثانوية زي ايه؟ زي المقالات والكتب والموسوعات والأفلام التاريخية. وأحب أقول لكم كمان إن المصادر الثانوية سهل جدا الحصول عليها، سهل قوي، عن طريق بقى الإنترنت. ندور على أي كتاب، أي مقالات، حتى الأفلام التاريخية هتلاقيها موجودة على النت. اللي عايز كتاب معين بيروح المكتبة، لكن اللي صعب إن احنا نوصل لها هي المصادر الأولية. كده احنا عرفنا الفرق بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية، بس المهم إن المصدرين دول هما مصادر جمع المعلومات. أي حد عايز يجمع معلومات عن أي حاجة بيدور في المصدرين دول، مصادر أولية ومصادر ثانوية. وبما إننا اتعلمنا إزاي نفرق ونميز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية، أحب أقول لكم إن التمييز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية بيعتمد على زمن إنتاج المصدر. يعني إيه بيعتمد على زمن إنتاج المصدر؟ يعني زي ما قلنا قبل كده إن المصادر الأولية سجلت في وقت وقوع الحدث. يعني إيه؟ يعني بتتكتب في الوقت اللي حصل فيه الحدث، يعني شاهد عيان. لكن المصادر الثانوية سجلت بعد مرور زمن طويل، يعني ما شافش الحدث بعينه. يبقى تاني، التمييز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على زمن إنتاج المصدر. يعني أنا لو قدامي مصدر بشوف الزمن اللي اتكتب فيه المصدر ده. لو لقيت الزمن بتاع المصدر هو نفس الزمن اللي حصل فيه الحدث اللي أنا بقرأه أو اللي المصدر ده بيتكلم عنه، يبقى ده من المصادر الأولية. لكن لو زمن إنتاج المصدر ده بعد وقوع الحدث بزمن طويل، ساعتها نعرف إن ده إيه؟ مصدر ثانوي. يبقى تاني، التمييز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية بيعتمد على زمن إنتاج المصدر. يعني مثلا كتاب اسمه مصر الحديثة، ده مصدر أولي ولا ثانوي؟ الكتاب ده بيتكلم عن مصر أيام زمان. الكتاب اسمه مصر الحديثة وبيتكلم عن مصر قديما، بيتكلم عن مصر أيام زمان. يبقى ده مصدر أولي ولا ثانوي؟ هيبقى إيه؟ هيبقى ثانوي. ليه؟ لأنه اتكتب دلوقتي عن حاجة حصلت زمان، بيتكلم دلوقتي عن مصر أيام زمان، يبقى ساعتها هيبقى مصدر ثانوي. طيب يا أبطال، دي أسئلة صح أم خطأ عشان تثبت المعلومات في دماغنا شوية. وأول جملة معانا بتقول: تعد معابد الكرنك من المصادر الأولية. هقول لكم معلومة مهمة جدا لازم تعرفوها، إن المعابد هي مباني بناها المصريون القدماء. يبقى معابد الكرنك، حتى لو احنا ما نعرفش معابد الكرنك بس احنا بنقول معابد. مين اللي كان بيبني معابد؟ المصريون القدماء. حلو قوي. طيب معابد الكرنك من المصادر الأولية؟ أيوة صح، من المصادر الأولية. ليه؟ لأن احنا قلنا إن المباني والتماثيل والأدوات تعد آثار، والآثار مصادر أولية ولا ثانوية؟ أولية. يبقى معابد الكرنك دي آثار، يبقى صح، هي تعد من المصادر الأولية. يبقى إجابة السؤال ده هتبقى صح. الجملة اللي بعدها بتقول: تتميز المصادر الأولية بسهولة الحصول عليها. افتكروا احنا قلنا المصادر الأولية سهل ان احنا نحصل عليها. هتبقى الإجابة ايه؟ خطأ. احنا قلنا يصعب الحصول عليها أحيانا. حلوة قوي. العبارة اللي بعدها بتقول: ينمو نبات البردي على ضفاف النيل. الإجابة هتبقى صح. أيوة كده صح، ينمو نبات البردي على ضفاف النيل. العبارة اللي بعدها بتقول: تعد الأفلام التاريخية المنتجة حديثا عن بناء الأهرامات من المصادر الأولية. احنا قلنا الأفلام التاريخية مصادر أولية ولا ثانوية؟
افتكروا كده. أيوة كده، برافو عليكم، الإجابة هتبقى خطأ، لأن الأفلام التاريخية تعد من المصادر الثانوية مش الأولية. الجملة اللي بعد كده بتقول: الكتب التاريخية التي تكتب وقت الحدث تعد مصادر أولية. الجملة دي صح ولا غلط؟ الكتب التاريخية التي تكتب وقت الحدث تعد من المصادر الأولية. الإجابة هتبقى صح. أيوة كده، برافو عليكم، هايل، الكتب التاريخية اللي بتكتب وقت الحدث من المصادر الأولية، لأننا قلنا إن المصادر الأولية سجلت في زمن وقوع الحدث، وقلنا أمثلة للمصادر الأولية اللي هي كتابات المؤرخين. إيه كتابات المؤرخين؟ اللي هو كل ما كتبه المؤرخين الذين عاصروا الحدث. فكتب تاريخية اتكتبت وقت الحدث واللي كتبها مؤرخين وقت الحدث، عاشوا وقت الحدث، تبقى ايه؟ مصادر أولية. هايل يا أبطال، برافو عليكم. أنا عايزاكم بقى تاخدوا معايا نفس عميق ونقوم كده ناكل أي حاجة نفك عضلاتنا نستريح شوية علشان نرجع ونكمل مغامرتنا. الحمد لله على السلامة يا أبطال، جاهزين؟ يلا نكمل مغامرتنا، يلا بينا. احنا دلوقتي عرفنا لو احنا عايزين نجمع معلومات عن أي حاجة قدامنا المصادر الأولية والثانوية، واحنا لما بنجمع معلومات من مصادر متعددة يعني مصادر كتير، وكمان مصادر موثوقة يعني واثقين فيها وعارفين مين اللي كتبها، ده بيساعدنا على حاجات مهمة جدا. ايه هي؟ بيساعدنا على الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. يعني بيساعدنا ان احنا نعرف معلومات شاملة يعني كاملة، يعني بعرف معلومات كاملة مش ناقصة، بعرف معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. طيب وبيساعدنا في إيه كمان؟ بيساعدنا في مقارنة المعلومات والتأكد من صحتها. لما بنسمع المعلومات من كذا مصدر بنقدر نعرف هل المعلومات دي صح ولا غلط. وكمان بيساعدنا على تجنب التحيز لمصدر واحد. أولا أنا عايزة أفهمكم يعني إيه تحيز. هسألكوا سؤال: هو كلكم بتشجعوا نفس فريق الكورة؟ أكيد لأ طبعا، كل واحد بيشجع فريق بيحبه. لو في واحد بيحب فريق أوي 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 لدرجة كبيرة، لدرجة إنه كل ما يتكلم عن الكورة يقول إن فريقه هو أحسن فريق في العالم حتى لو فريقه خسر. تحيز يعني إنك تحب حاجة أوي 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 أو تكره حاجة أوي 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 لدرجة إنك مش شايف غيرها. إنك تحب حد زيادة عن اللزوم لدرجة إنك تشوف مميزاته وما تشوفش عيوبه، أو تكره حد زيادة عن اللزوم لدرجة إنك تشوف عيوبه بس ومش شايف مميزاته، ده اسمه تحيز. يعني إيه؟ يعني من الآخر إنك تخلي رأيك يغلب على الحقيقة. يعني أنت مش شايف الحقيقة، أنت بتحب فريق بس الفريق خسر والفريق عنده مشاكل، المدرب بتاعه مش كويس، اللعيبة اللي فيه مش أحسن حاجة، أيا كان انت مش راضي تعترف ولا قادر تعترف بأن في مشكلة في الفريق. انت شايفه برضو مهما حصل انه أحسن فريق في العالم، وكمان بتفرض رأيك ده على اللي حواليك ومش شايف الحقيقة. هو ده التحيز. والتحيز ده خطير جدا، لأن لو قرأت معلومات من مصدر واحد وطلع المصدر ده متحيز، ساعتها هتصدق معلومة مش كاملة ومعلومة مش صح. يعني مثلا لو انت عايز تبحث عن قلعة تاريخية قديمة وقدامك كذا مصدر، المصدر الأول مثلا عبارة عن مقالة كتبها واحد بيحب القلعة دي قوي وقال إنها أكبر وأجمل قلعة في التاريخ كله ومفيش زيها، ده اسمه تحيز. المصدر التاني عبارة مثلا عن نقش مكتوب على باب القلعة وقال إن القلعة دي اتبنت مثلا عام 1200 وطول السور مثلا 500 متر. المهم إن المصدر التاني كتب معلومات. والمصدر التالت كان مثلا كتاب بيتكلم عن قد ايه القلعة دي مهمة بس في قلاع تانية في العالم أكبر منها. لو انت قرأت المصدر الأول بس ساعتها كان هيبقى عندك معلومات غلط، معلومات مش كاملة، معلومات مش صح.
كنت هتفتكر ان القلعة دي هي اعظم قلعة في التاريخ، والمعلومة دي مش صح. هي القلعة عظيمة، القلعة كبيرة، بس مش اكبر واحدة ومش اجمل واحدة ومش اعظم واحدة. لازم نعمل زي المحققين بالظبط، نجمع معلومات من اكتر من مصدر، مصادر بقى أولية وثانوية، كتب ونقوش ومقالات، آثار، برديات، أفلام تاريخية. نجمع معلومات كتير من كذا مصدر علشان نتجنب التحيز. يبقى احنا دلوقتي يا أبطال اتعلمنا حاجة مهمة جدا، إن جمع المعلومات من مصادر متعددة وموثوقة بيساعد على الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. تاني حاجة، بيساعدنا إن احنا نقارن المعلومات ونتأكد من صحتها. تالت حاجة، بيساعدنا إن احنا نتجنب التحيز لمصدر واحد. سهلة. أنا عايزة بقى يا أبطال، بعد ما عرفنا احنا بنجمع معلومات منين، وعرفنا نجمعها ازاي، وان احنا لازم نجمعها من كذا مصدر، وعرفنا ليه لازم نجمعها من كذا مصدر، هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي نفكر صح. عايزة اقول لكم ان في فرق بين الحقيقة والرأي. الحقيقة دي حاجة مؤكدة 100%، محدش يقدر يغيرها. زي لما اقول مثلا ان مصر موجودة في قارة افريقيا، او ان اقول مثلا ان نهر النيل بيجري في مصر. دي حقيقة، دي معلومة صحيحة 100%، محدش يقدر ينكرها. يعني دي معلومة تم التأكد منها ويمكن إثباتها، هي دي الحقيقة. يبقى الحقيقة هي إيه؟ هي معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها. تاني نقول مع بعض، الحقيقة هي إيه؟ هي معلومات صحيحة محدش يقدر يقول عليها انها مش صح. ليه؟ لانها حاجة مؤكدة 100%. يبقى الحقيقة هي معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن اثباتها. تمام؟ عرفنا الحقيقة هي ايه؟ تمام. طب والرأي؟ ايه بقى الرأي ده؟ الرأي ده بيبقى احساسك انت او رأيك انت. يعني مثلا لو حد جه وقالك انا شايف ان اللون الازرق هو احلى لون، هو الناس كلها شايفة كده؟ هل انت شايف كده؟ لا، انت ممكن تكون شايف ان الاحمر احلى. فده رأي، ممكن تتفق معاه وممكن تختلف معاه. ممكن تشوف ان اللون الازرق هو احلى لون، وممكن حد تاني يقولك لا انا شايف ان الاحمر احلى، والتاني يقولك لا الاصفر احلى. هي كل الالوان حلوة، بس كل واحد عنده رأي، والرأي ده كمان ممكن يتغير. لو انت شايف النهاردة ان اللون الازرق هو احلى لون واجمل لون، انت ممكن بعدها بفترة تزهق من اللون الازرق وتقول لا انا شايف ان الاحمر احلى منه بكتير. يبقى الرأي ممكن يتغير. يبقى نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الرأي بيعبر عن وجهات نظر شخصية، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يبقى الرأي ده ايه؟ الرأي ده تعبير عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. إنما الحقيقة هي معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها. لكن الرأي بيعبر عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. هيا أبطال، سهلة. تعالوا بقى كمان نتعلم مع بعض حاجة مهمة جدا. هعلمكم يعني ايه شائعات. شائعات ايه الكلمة دي؟ هقولكم، احنا بنقولها باللغة العامية اشاعات، هي اسمها اصلا شائعات. لما حد يقولك حاجة فانت تقوله لا 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 المعلومة دي مش صح، دي اشاعة، دي طلعت اشاعة، دي طلعت كذب، هي دي اسمها اصلا شائعات. يعني ايه بقى شائعات؟ هي اخبار كاذبة، اخبار كذب ومحدش متأكد منها. يبقى تاني، ايه هي الشائعات؟ هي معلومات غير صحيحة يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها. يبقى تاني، الشائعات هي ايه؟ قلنا هي اخبار كاذبة، حاجات كذب، اخبار كذب بتتقال ومحدش كمان يعرف مصدرها. لما حد يقولك حاجة وانت تقوله انت جايب المعلومة دي منين، يقولك اهو بيقولوا دي لوحدها انا مش عارف مصدرها. يبقى دي شائعات، لازم اتأكد من صحة الكلام ده. يبقى الشائعات احاديث غير صحيحة بيتناقلها الناس دون معرفة مصدرها.
يبقى الشائعات دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ احنا بنقول أخبار كاذبة، يبقى وحشة طبعا لأنها بتعمل لخبطة في المجتمع. طيب نعمل ايه بقى؟ لازم نتأكد من أي خبر بيوصل لنا. يعني لو حد جه قال لكم خبر أو قال لكم معلومة، ما تاخدوهاش وتسكتوا، لا، دوروا على المصدر، دوروا على صحة المعلومة دي، شوفوا المعلومة اللي اتقالت دي صح ولا غلط قبل ما تنقلوها لحد تاني. يبقى الشائعات دي حاجة وحشة. ليه؟ لأنها أخبار كاذبة ومحدش متأكد منها ولا عارف مصدرها ايه. يبقى الشائعات هي الأحاديث غير الصحيحة التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها. سهلة؟ سهلة. دلوقتي بقى هنحل مع بعض الأسئلة دي علشان نثبت المعلومات في دماغنا. بيقولك ايه بقى؟ صح أم خطأ؟ الآراء دائما تكون صحيحة ويجب الأخذ بها؟ الآراء دايما بتكون صح ولازم أخد بيها؟ الإجابة صح ولا غلط؟ شطار، برافو عليكم، الإجابة هتبقى خطأ، لأن الحقيقة هي اللي دائما تكون صحيحة ويجب الأخذ بها مش الآراء، لأننا قلنا إن الآراء هي وجهات نظر شخصية، إنما الحقيقة هي معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها. تمام؟ تمام. اللي بعده بيقول إيه بقى؟ يجب التمييز بين الحقائق والآراء عند الاعتماد على أي مصدر للمعلومات. نقرأ السؤال تاني. يجب التمييز بين الحقائق والآراء عند الاعتماد على أي مصدر للمعلومات. صح ولا خطأ؟ صح، برافو عليكم، لازم نفرق بين الحقائق والآراء. طيب اللي بعد كده بيقول لنا ايه بقى؟ الشائعات هي الأحاديث الصحيحة التي يتناقلها الناس. الشائعات أحاديث صحيحة؟ الإجابة هتبقى أيوة كده، برافو عليكم، الإجابة هتبقى خطأ، لأن احنا قلنا الشائعات اللي هي أصلا أحاديث غير صحيحة كلها كده، عشان كده قلنا إن الشائعات وحشة. طيب الجملة اللي بعدها بتقول تنوع مصادر جمع المعلومات يعطينا صورة كاملة للأحداث. تنوع مصادر جمع المعلومات يعني بجمع المعلومات من مصادر كتير متعددة متنوعة. تنوع مصادر جمع المعلومات يعطينا صورة كاملة للأحداث، بيدينا صورة كاملة للأحداث. الإجابة هتبقى صح، أيوة كده، برافو عليكم، العبارة دي هتبقى صح، لأننا قلنا إن جمع المعلومات من مصادر متعددة وموثوقة ومتنوعة بيساعد على الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. وقلنا كمان إنه بيساعد على مقارنة المعلومات والتأكد من صحتها وتجنب التحيز لمصدر واحد. الجملة اللي بعدها بتقول الحقائق تعبر عن وجهات نظر شخصية. الإجابة هتبقى خطأ، أيوة كده، لأن الحقائق هي معلومات صحيحة ويجب الأخذ بها وتم التأكد منها ويمكن إثباتها، إنما الآراء هي اللي بتعبر عن وجهات نظر شخصية، وقلنا إنها ممكن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة. تمام كده؟ تمام. سهلة يا أبطال؟ سهلة. إحنا كده خلصنا مغامرة النهاردة على خير الحمد لله. تيجوا بقى نعمل مراجعة سريعة كده عن أهم الحاجات. يلا بينا. إحنا أول حاجة اتكلمنا عنها هي مصادر جمع المعلومات، وقلنا إننا عندنا مصادر أولية ومصادر ثانوية. المصادر الأولية نعرف عنها إيه؟ نعرف إنها سجلت في زمن وقوع الحدث وتتميز بالدقة العالية ويصعب الحصول عليها أحيانا. والمصادر الأولية زي إيه؟ زي الآثار. إيه هي الآثار؟ هي كل ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات. والنقوش الأثرية اللي هي إيه؟ اللي هي الصور والكتابات والرموز المحفورة على الحجر. وإيه كمان؟ البرديات اللي هي أحد أنواع الورق اللي ابتكروا المصريون القدماء لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم. واتصنع من إيه؟ اتصنع من نبات البردي اللي بينمو على ضفاف النيل. وكمان كتابات المؤرخون اللي هو كل ما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الحدث.
المصادر الثانوية بقى عرفنا عنها ايه؟ عرفنا انها سجلت بعد مرور زمن طويل، بتعتمد على المصادر الأولية وتتميز بسهولة الحصول عليها. والمصادر الثانوية زي ايه؟ زي المقالات والكتب والموسوعات والأفلام التاريخية. واتعلمنا كمان إن التمييز بين المصادر الأولية والثانوية بيعتمد على زمن إنتاج المصدر. وكمان عرفنا إن جمع المعلومات من مصادر متعددة ومتنوعة وموثوقة بيساعدنا على 3 حاجات: الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن، ومقارنة المعلومات والتأكد من صحتها، وتجنب التحيز لمصدر واحد. وعرفنا بعد كده وتعلمنا إن إحنا لازم نفرق بين الحقيقة والرأي. الحقيقة هي معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها، والرأي بيعبر عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. وعرفنا كمان الشائعات وقلنا إنها حاجة وحشة، إنها كلها كذب، هي الأحاديث الغير صحيحة التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها. تمام كده يا أبطال؟ سهلة كده. مغامرة النهاردة خلصت على خير الحمد لله. وطبعا ما تنسوش انكم تقدروا تتواصلوا معايا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتس. وطبعا ما تنسوش ان لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة. كانت معاكم مس نادين، اشوفكم على خير ان شاء الله في مغامرة جديدة. مع السلامة يا أبطال.